الشغل الشاغل جوه نادي الزمالك دلوقتي حل مشكله ايقاف القيد، انهاء مشكله ايقاف القيد جوه نادي الزمالك نهايه الموسم الحالي بمثابه كابوس جوه نادي الزمالك. اتردد كلام الفتره اللي فاتت، هل الزمالك ممكن يجيب رمضان صبحي ويتعاقد مع رمضان صبحي حل مش حل انهاء مشكله ايقاف القيد؟ زميلتي العزيزه ياسمين يحيى، واليوم السابع امبارح الخبر ان هل الزمالك يعني ان الزمالك موقف الزمالك او كلام ان الزمالك ممكن يتعاقد مع رمضان صبحي حال مشكله ايقاف القيد. طيب، المعلومه اللي نزلتها استاذه ياسمين اللي انا اقولها لك ديت، وانا تواصلت مع اكتر من مسؤول مع نادي الزمالك اكدوا نفس الموضوع. ايه هو؟ مفيش فكره التعاقد مع رمضان صبحي، والكلام اللي بيتقال غير صحيح بالمره. تمام، ادي رقم واحد. رقم اتنين، هقول لك بقى، هجاوبك على كل الأسئلة. هل الزمالك، حد من الزمالك كلم رمضان أو حد قريب من رمضان بشكل ودي بشكل رسمي أي نوع من أنواع الأشكال؟ الإجابة لأ. رقم اتنين، عقد رمضان مكمل مع بيراميدز. يعني إيه؟ يعني يا حبيب قلبي الزمالك لو عايز رمضان لازم يروح يتفاوض مع بيراميدز. فهل حصل تفاوض من قبل نادي الزمالك مع مسؤولي نادي بيراميدز بشكل شفهي بشكل ودي بشكل رسمي؟ لا، من جميع انواع الاشكال. رقم ثلاثة، الزمالك عنده ازمه ماديه طاحنه. حتى لو الزمالك حل مشكله ايقاف القيد، عارف الراجل اللي مضروب علقه وهيقوم مش قادر، اللي هو يا دوبك بيحط رجليه الاتنين على الارض، يعني الزمالك بعد ما يدفع المبلغ الكبير ده فما فيش رفاهيه ان هو يدفع مبلغ كبير تاني في صفقات. يعني انت لو هتجيب صفقات يا دوبك حاجات على يعني ايه، مش ارقام كبيره، على الهادي. الله يكون في، يعني الله يكون في عون النادي. ان انت لا يمكن بعد ما تدفع الرقم الكبير ده عشان تحل مشكله ايقاف القيد ان انت يبقى معاك فلوس تاني تجيب صفقات. ما انا عارف، بقول لك عارف، هتبقى يا دوبك بتحط رجليك الاتنين على الارض. فالفكره فالملف مش ما اتطرحش جوه نادي الزمالك. دي بقى رقم اربعه ورقم خمسه، لم يتم طرح الملف اصلا جوه نادي الزمالك. يعني ما اتقالش حتى بين الناس في الزمالك بينهم وبين بعض، بقول لكم يا جدعان طب الواد اسمه ده، بقول لكم يا جدعان طب رمضان صبحي، رمضان صبحي طب ما نجيبه لو حلينا مشكله ايقاف القيد. ما نحل لو الدنيا اتحلت معاه لما نجيب رمضان صبحي. لا، ما اتقالتش حتى جوه نادي الزمالك وما اتطرحتش جوه نادي الزمالك. اقول لك على حاجه كمان، الاهلي وموقفه مع رمضان صبحي، وانه وقف معاه طبعا في المشكله بتاعته الاخيره. في ناس قالت ايه ده، طب ما رمضان صبحي يرجع النادي الاهلي. لما سالنا لا، ما تمش اي مناقشه هذا الملف من قبل الناس في النادي الاهلي مع المقربين من رمضان صبحي. ما اطرح يعني ما فيش فكره ان رمضان يرجع النادي الاهلي او حصل تفاوض ان رمضان يرجع النادي الاهلي. لا، لم يحدث الامر. لم يحدث الامر. خلي بالك عقد بالنسبه بقى لنادي الزمالك، نرجع تاني لنادي الزمالك، عقد رمضان صبحي كبير مع بيراميدز، وبيراميدز عشان يبيع رمضان صبحي هيطلب فيه رقم كبير. وحتى لو بيراميدز طلب صفقه تبادليه فهياخد منك مثلا حسام عبد المجيد حاجه زي كده، اللي هو انت عشان تجيب رمضان صبحي من بيراميدز صعب تعمل صفقه تبادليه. مش، ما انا مش عشان اجيب رمضان ان انا هسيب نجم كبير عندي مثلا، يعني مثلا، فعشان اجيب رمضان لازم ادفع. وطبعا مش هتقدر تدفع لبيراميدز رقم كبير، ما فيش سيوله ماديه لده. ناس كتير بتسأل تقول لك طب رمضان صبحي والإيقاف والمنشطات، خلي بالك رمضان بنسبة كبيرة جدا عقوبة الإيقاف بتاعته هتقل، وأصلا رمضان بدأ تنفيذ العقوبة، ورمضان ما بيلعبش من شهور والعقوبة هو بيطبقها. وإحنا معظم العقوبات اللي اللعيبة على مستوى العالم بتبقى بالأول عقوبة كبيرة، بعد كده بيتم تخفيفها واللعيب بيرجع يلعب تاني. اتمنى الحقيقه اشوف رمضان صبحي تاني في الملاعب، اتمنى اشوف رمضان صبحي في المستطيل الاخضر من تاني. لو سالتني عن رايي بمنتهى الامانه، يعني كرايي بقى انا يعني رمضان محتاج يرجع اهلي يا يجي نادي الزمالك، يا ده يا ده يا ده يا ده. رمضان محتاج دفعه جماهيريه كبيره جدا وراه ترجعه رمضان صبحي بتاع زمان. الحقيقه هو قصر في حق نفسه، مستواه تراجع لفتره من الفترات، لكن لا، رمضان لعيب كبير، وانا واثق ان رمضان
مجرد ما يحط رجليه يعني حط رجليه وبدأ يلعب كده وركز، لا رمضان هيرجع رمضان بتاع زمان، رمضان من اللعيبه القليله الحقيقه اللي هو تفتح التلفزيون. ما اللعيبه دي مش موجوده دلوقتي في الدوري المصري، اللي هو اللعيب اللي تفتح التلفزيون وتتفرج على الماتش مخصوص عشان عايز تتفرج عليه، عشان خاطر تتمتع بموهبته وبمهارته.